صباح الفل على كل جماهير الأهلي، الناس المحترمة العظيمة اللي بتحب ناديها وبس. نقطة توضيح بسيطة جدا بخصوص موضوع ريفيرو. طيب، أولا في ناس بتتناقل أخبار إنه ما تمش الاتفاق، أو ممكن النادي يتراجع أو الراجل ما يجيش. لا، هو الراجل خلاص خلص وكل حاجة تمام، والراجل جاي يوم الجمعة إن شاء الله. الفكرة دلوقتي في الاختلاف على عدد المساعدين. طيب، هو الراجل يعني الكلام على انه عماد النحاس يكون موجود ك ك كمساعد، وشوقي كمدير كورة، والله اعلم ان كان في حد تاني. فالراجل حابب انه يكون هو المدير الفني والمساعد الاول بتاعه الراجل اللي جاي معاه، يعني هو اللي هيبقى ليه الكلمة مباشرة بعد ريفيرو. فده الخلاف اعتقد في الجزئية دي. ففكرة ان يبقى هو موجود وعماد النحاس موجود وشوقي موجود، والله اعلم مين تاني. يعني انا بتكلم عن المساعد. فانا يعني هو الراجل شايف ان هو عاوز يخوض التجربة كاملة، الراجل عاوز يشتغل بالناس بتاعته. الراجل ده لو جاي ياكل عيش ويلزق نفسه يعني يلزق اسمه في اسم الاهلي، كان مشى اموره وقال لك يلا ماشي اوكي انا موافق، هات اللي عايز تجيبه. لكن الراجل جاي عايز يعمل اسم، عاوز يخوض تجربة محترمة، عايز يبني فريق محترم، عاوز يشتغل شغل نظيف. فانا مش فاهم ايه الفكرة او ايه الحكمة. هتقول لي طب ما هو ولاد النادي لازم يكونوا موجودين. ولاد النادي لو انت عايز تعدهم ككوادر، لازم يطلعوا ياخدوا شهادات، لازم يطلعوا يدرسوا الكرة الأوروبية، لازم ياخدوا كورسات، لازم يبقوا على دراية كاملة بكل التاكتكس والخطط الجديدة والتحركات وشغل اللعيبة في الملعب. يا جماعة الكرة بقت علم، الكرة بقى فيها حاجات غريبة جدا أنا مشجع عادي ما فهمهاش. فالمفروض الناس دي قبل ما انا اجي اقول له حط ده معاك في الجهاز الفني، المفروض ان انا اكون مجهز الكوادر دي علميا قبل ما تشتغل فنيا في ارض الملعب. هتقول لي ما هو عماد النحاس ممشي. طب ماشي، ما هو عماد النحاس ممشي الدنيا وزي الفل، والراجل كسبان 4 مباريات وزي الفل، وان شاء الله الدوري على ايده. بس يا جماعه بصوا على شكل اللعيبه في الملعب، بصوا على التغييرات، بصوا على اسلوب اللعب، بصوا على حاجات كتير فيها نواقص. تمام. فانا ما بقولش الراجل وحش. وبعدين فكره المدرب العام دي خلاص يعني اندثرت. هتقول لي احنا في مصر كده؟ لا، مفيش حاجه اسمها احنا في مصر كده. الاهلي ده نادي عالمي، الاهلي ده المفروض يبقى فوق، ويعني الناس بتتعلم منه. ده الوقت اللي انت المفروض تشتغل عليه وتبني فرقه كبيره وتبني نظام محترف عالمي يتوافق مع الكرة الأوروبية والعالمية. الراجل جاي يخوض تجربة كاملة، سيبه اديله الفرصة، وفي نفس الوقت حاسبه واقعد معاه واتكلم معاه وناقشه وجادله واعترض وقول له انت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه. ما ده شغل الإدارة. هو انت هتسيبه في المطلق كده يعمل اللي هو عايزه وخلاص يبوظ لك الدنيا؟ لا، لازم يكون في وقفة طبعا. قصة كولر كانت مختلفة، اللي انت اكتشفنا انه كان في شرط جزائي سنة كاملة، عشان كده الناس ما كانتش بتكلمه ولا بتتداخل معاه. فكانت واضحة وصريحة ان في مشكلة كبيرة، بس احنا مش فاهمين ليه الإدارة ساكتة. فدي قصة ودي قصة، ده جزء خالص مختلف تماما. فأنا يا جماعة رأيي ما بفرضوش على حد، ده رأي شخصي وكل واحد حر يقول اللي هو عايزه واللي نفسه فيه. أنا بقول وجهة نظري ان انا اسيب الراجل يشتغل واخلي معاه محمد شوقي مدير كورة ويستفاد منه برضه ويتعلم منه. انا يعني هو اساسا في كلام ان عماد النحاس لسه ما اداش القرار النهائي ان هو هيكمل مع الجهاز ده ولا لا. يعني هو ممكن عماد النحاس نفسه بعد ان شاء الله باذن الله باذن الله بعد ما نتوج بالدوري يقول لك انا كده اتممت مأموريتي، سلام عليكم. فليه نحط العقده في المنشار وليه نكره الراجل في شغله قبل ما يجي؟ يا جماعه اي حد فينا لو شغال في مكان وادوا له بروجكت معين، قالوا له خد اشتغل على البروجكت ده وخلصه، وتبص تلاقي مثلا يعني ده جاي لك من الشركه الام نفسها بيقول لك خد اشتغل على البروجكت ده، فتبص تلاقي مدير الاداره او مدير المكتب جاي بيقول لك لا خد فلان معاك يشتغل معاك. طب ما هو انا بتاعي باسمي، انا عايز اشتغل عليه وانا عايز اطلع نتيجه كويسه فيه، ليه تلزق حد تاني فيا ويبقى شال معايا الاسم او خد معايا التجربه، او ممكن يبقى سبب في ان انا اقع او ان انا ما اكملهاش صح، او ان يبقى في تقصير في بعض الاحيان. هما الاجانب او الاسبان بيحبوا يشتغلوا على يعني بدماغهم باسلوبهم بطريقتهم.
فكره ان انت هتقولي طب ما هو هيقعد على الدكه ما يتكلمش، يعني هو طب وده تقدير واحترام للراجل ان انت تقعده على الدكه ما يتكلمش، مالوش راي، ما يتدخلش في اي حاجه؟ طب هو سامي قمصان ما هو 8 سنين كان بيعمل ايه؟ مع كامل الاحترام للكابتن سامي قمصان، فرحنا بس يوم ماتش الذهاب بتاع صن داونز قال لك سامي قمصان هو اللي حط الخطه. طب وبعدين الماتش العوده خسرنا محدش جاب سيرته. 8 سنين ايه اللي اتعلمه سامي قمصان، او ايه اللي اتغير، او ايه اللي اختلف؟ طبعا هنشوف الكلام ده لما يدرب فرقه. بس فكره الشادوينج دي انا معترض عليها، ان هو يبقى قاعد كده على الدكه مالوش اي دور، بس بيتفرج بيتكلم. لو لعيب زام او لعيب عمل مشكله تحتويه، طب ما في مدير كوره. انا مش شايف يا جماعه احنا الكوره اتغيرت، نظام الكوره اختلف، الدنيا اختلفت. المفروض نسيب التجربه تمشي كامله وتنجح او تفشل، دي بتاعت ربنا، وفي تقييم للمدير الفني بعد اول سنه، بعد نص موسم. انا يا جماعه انا مش فاهم في ايه، واحنا لازم نختلف يعني يا ايوه ويمشي، يا لا وما تتكلمش. ما هو في مديرين فنيين كتير جم وما نجحوش ومشوا، ايه المشكله؟ وكان معاهم مديرين كوره او كان معاهم مدربين عام. انا مش فاهم ايه الحكمه في ان انا دايما يعني اقول اللي المفروض الناس طب والناس كتير معترضه وعايزاه يمشي، طب ماشي اعتبره مشي، هتروح تجيب مين؟ انت عندك كاس عالم، هتروح بعماد النحاس كاس عالم؟ انا كنت بقول قبل كده لو الدنيا زنقت خالص ومفيش حد عايز يجي، روح بالمصري. بس ما خلاص انت اتفقت. وبعدين ما انت كنت شغال على 15 سي في قبل كده، وفي ناس كتير اختلفت معاك على الفلوس، واختلفت انها تيجي تلعب في افريقيا، ومفيش اي حد عايز يجي. وده الراجل الملف المحترم الوحيد اللي واقف يجي، وتجربه ممتازه. في ناس بتقول لك اصله ضعيف والسي في ملوش لازمه وبتاع، لا مش ضعيف ولا سي في ملوش لازمه. ليه هو انت عايز مدرب مشروع وبروجكت؟ بس خلي بالك يا جماعه، ببلاء كفايه بقى ربط يعني كاس العالم ده عشان الواحد اتخنق. ما هو خلاص انت يعني بعد كاس العالم مفيش كوره في مصر، الاهلي هيبطل كوره. انت جايب مدرب يشتغل معاك 3 سنين 5 سنين قدام لو اراد يكمل. لازم مدرب يبني، لازم مدرب يشتغل، لازم مدرب يطور اداء لعيبه ويشتغل على قطاع الناشئين وعشان كده الراجل جايب معاه 2 مساعدين يمكن ولا 3. ما اكيد الناس دي هيبقى ليها دور في قطاع الناشئين، مش هيبقى قاعد جنبه على الدكه وخلاص. فكرة الرفض في المطلق دي أنا مش فاهمها، ولا حتى برضو الموافقة في المطلق. ما هو في توافق وفي انسجام وفي أسس وفي اتفاقات وفي كلام وفي اجتماعات وفي تحليل وفي تقريرات وفي كل حاجة. الراجل اللي بيقول لي انت ما تتكلمش على الخطيب كده لو عايز تكبر في السوشيال ميديا، انا مش عايز اكبر في السوشيال ميديا حضرتك، انا بقول رأيي كمشجع اهلاوي درجة ثالثة. ما غلطتش في الخطيب ولا جيت جنبه ولا اسأت ليه. انا بقول له بلاش العناد، بلاش تكره الراجل في التجربه قبل ما يجي. يا اما بقى انت تجيب حد بقى هيقول لك حاضر ونعم ويهز راسه ويقول لك حط اللي انت عايز تحطه على الدكه ويلا بينا. ما هو كفايه اهل ثقه، يعني احنا عايزين نشتغل بقى ونشتغل صح بكل بساطه وهدوء.